بالنسبه لموضوع الكريسماس ركز بقى معايا عشان افهمك الموضوع ماشي ازاي واحده واحده كده. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القران الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. يعني ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نتعامل مع المسيحيين او مع اي حد تاني بالبر وبالقسط. يعني ايه البر؟ يعني تتعامل معاه بالخير، تتعامل معاه باخلاق، تسأل عليه وتتصل بيه، ما تقطعش بيه. لو مثلا عنده ابن مثلا نجح تبارك له، لو هو مثلا جاب عربية جديدة تبارك له، تتعامل معاه بأخلاق المسلمين، تتعامل معاه كويس جدا. انت مأمور بقى بده، انت مأمور ان انت تعامله كده. وان انت كمان وتقسطوا اليهم، يعني تعاملهم بالعدل، يعني ما تظلموش، ما تجيش عليه، ما تتكلمش معاه وحش، ما تضايقوش، ما تعملش اي حاجة. انت مأمور بده، انت فاهم؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى امرك ان انت تتعامل كده. طيب هنيجي في حتة الكريسماس. بص، هنقسم المناسبات: مناسبات اجتماعية ومناسبات دينية. المناسبات الاجتماعية زي ما احنا لسه قايلين، ان مثلا ابنه نجح، ان مثلا هو اترقى، ان مثلا هو جاب عربية، ان مثلا هو مش عارف عمل ايه، عمل حاجة مثلا كبيرة، فينفع ابارك له، ينفع تبارك له. ينفع اجيب له مثلا هدية عشان ابنه نجح مثلا، ينفع تجيب له، مفيش مشكلة في الكلام ده. نيجي بقى عند المناسبة الدينية اللي هي فيها وقف. انت معتقد ان ربنا سبحانه وتعالى واحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هو معتقد ان اليوم ده عيد ميلاد الرب. طب ده اعتقاده وده اعتقادنا. معنى ان انا اشاركه في الاحتفال، او ان انا اقول له كل سنه وانت طيب، او ان انا احتفل بيه، معناه ان انا مصدق العقيده دي، مصدق ان ده عيد ميلاد الرب. نيجي في المناسبات دي، احنا لينا عقيده وهم ليهم عقيده.